السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أماراتي الحلوين، يا رب تكونوا جميعا بخير. فيديو جديد بقى وروتين أول يوم مدرسة كده إن شاء الله ليارا ومازن. أول يوم ينزلوا مع بعض يوم الأربعاء. ليه؟ عشان يارا سنة رابعة، فإحنا عندنا في المدارس بتاعتنا ننزلوا لهم زي جدول كده. كل مرحلة هتنزل يوم معين في الأسبوع، هتبدأ يعني من يوم معين في الأسبوع. فسنة أولى كانت يوم الحد، سنة تانية يوم الاثنين، وهكذا. فيارا يوم بدأت الأربع، هي سنة رابعة ابتدائي. بدأت بقى أول حاجة طبعا إن أنا أحضر لهم اللانش بوكس. أقول لكم بقى طقوسي كده يوم الدراسة وبمشي اليوم إزاي من أوله لآخره بأمر الله. بس ما تنسوش كده في البداية تثقلوا ميزان حسناتي وحسناتك، ونقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طول ما انت بتتفرجي على الفيديو كده قولي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دلوقتي بقى حبايب قلبي، طبعا أنا في يعني خطة كده جديدة. بصراحة يعني زوجي هو اللي قال لي عليها، وبدأنا فعلا ان احنا ننفذها، وحاسة ان هي ان شاء الله هتبقى في صالح الولاد. ايه هي؟ اول حاجة طبعا بدأت ان انا استبدل الجبنة اللي هي الجبنة النباتي بالجبنة اللي انتوا شايفينها دي، اللي هي مكتوب عليها مزارع دينا. دي جبنة طبيعي 100%. هي بتبقى يعني تقريبا ضعف تمن الجبنة النباتي، بس طبعا بتبقى مكوناتها من اللبن، حاجة مفيدة. وفي نفس الوقت طعمها حلو، يعني طعمها حلو وتبقى جبنة مفيدة برضو للولاد في اللانش بوكس. فقلت اول حاجة ان انا ايه، اول فكرة معانا يعني حاولي دايما تستبدلي المنتجات اللي هي مش مغذية قوي بحاجة قد ما تقدري، يعني تكون مفيدة لجسم الطفل. هنيجي بقى هنا طبعا السندوتشات، انا طبعا باخد رأيهم من بالليل تحبوا اعمل لكم سندوتشات ايه. فهم حسيتهم ماما مش حابين سندوتشات الجبنة لوحدها، فقلت خلاص انا اجيب لانشون حلواني واضيف، يعني هعمل السندوتشات زي ما انتم شايفين كده. يعني تبقى جبنة مع لانشون، وفي هيبقى لانشون لوحده. تمام كده. طبعا الحمد لله مازن خلاص هيبقى يوم دراسي كامل. يعني اخيرا الحمد لله صلحوا الحمامات عندهم في الكيجي. لكن يارا طبعا يعني ما نزلت بقى، انا بسجل لكم الفيديو بعد ما يارا جت بالسلامة. فهي يارا يعني قضت تقريبا ساعة بس من اليوم، وقالوا الابتدائي لسه، يعني قالوا الابتدائي لسه المدرسة فيها يعني تصليحات، وفيها لسه الحمامات برضو فيها شغل، والفصول لسه برضو مش احسن حاجة، يعني كانوا في توضيبات وتجهيزات في المدرسة من ايام الصيف. فقالوا لنا خلاص ان شاء الله بامر الله بالنسبة للابتدائي هيستقروا ان شاء الله بامر الله من اليوم الحد الجاي، من الاسبوع الجاي يعني. ف كنت عايزة بقى ان انا ايه اتكلم معاكم في تنظيم اليوم الدراسي. اليوم الدراسي اكتر يوم ممكن ما شاء الله تقدري تنظميه، وتعملي فيه حاجات كتير وتستغليه كمان استغلال احسن بكتير من ايام الاجازة. ازاي؟ صلي على النبي كده وانا اقولك تمشي يومك ازاي ان شاء الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصي يا ست الكل، طبعا اول حاجة طبعا انت على الساعة 12 بالكتير بتكوني نيمتي الولاد، 12 بالليل. تبدأي بقى تخططي لليوم اللي بعده من بالليل. تبقى انت عارفة انا هصحى الصبح، انا ورايا اعمل ايه. بيبقى وراكي ترتيبات في الشقة، ممكن ساعة النهار دي بعد ما وصلتيهم بالسلامة المدرسة تقومي على طول مخلصة الترتيبات دي، تخلص في خلال ساعة، ساعة واحدة بس. يعني مثلا لو في وراكي حاجة عايزة غسيل مثلا، هدوم عايزة تعلقي عليه، مثلا شوية اطباق كانت محتاجة تتغسل مثلا من العشاء، في أوضة مثلا متبهدلة عايزة تروقيها، فالساعة دي هتاخديها جري كده. دي الزمزمية بتاعت يارا، فكنت بديها لها، صبت لها فيها مية ساقعة واديتها لها. وهنا بقى هقسم لهم السندوتشات زي ما انتم شايفين كده بين اللانش بوكس بتاع يارا وبتاع مازن. بحاول ايه اظبط لهم كل واحد يبقوا واخدين زي بعض بالظبط. اللهم صل على النبي، كنا بنقول ايه؟ اه. فانا ان شاء الله هنزل لكم في على المنتدى ورقة بتخطيط اليوم، من الساعة كذا للساعة كذا هتعملي ايه. اليوم الدراسي من الساعة كذا للساعة كذا هتعملي ايه.
عشان تقدري توفقي بفضل الله بين بيتك ونفسك وشغلك وولادك. ده مهم جدا، حتة ان انت تعرفي تنظمي الوقت وما تخليش حاجة تيجي على حساب حاجة تانية، دي مهمة جدا. طيب حبيت ان انا انام، انا مثلا ست ما بشتغلش، وحبيت ان انا انام ساعتين كده بالنهار بعد ما ظبطت كده الساعة اللي انا عايز اظبطها في شقتي، مفيش اي مشكلة. ممكن تنامي ساعتين كده بالنهار قبل ما وتصحي مثلا الساعة 11 12، وقبل ما تجيبي الولاد من المدرسة. هتصحي طبعا طبعا يارا هنا بتعمل لكم قلب. عسولة يا يارا ما شاء الله عليها. تنسوش بقى في لايك وحطوا بقى في تعليقات قلوب برضو ليارا، اكيد ان شاء الله هتشوفها. هنا انا هسيب الخيارة كده على بعضها المازن، لان اللانش بوكس بتاع مازن للأسف مش كبير، هو دور واحد. فطبعا انا بس ايه مسحتها له بمنديل نظيف كده عشان ما تبلش السندوتشات اللي جنبيها، وحطيت له الخيارة على بعضها كده. اما يارا هقطع لها بقى الايه الخيارة بتاعتها، علشان هي اللانش بوكس بتاعها دورين، ففي مساحة ان هو ياخد الخضار متقطع. وهنا العلبة دي بحط له كده فيها العنب كده برضو عشان تفصل العنب ما يأثرش على طعم السندوتشات، فاهميني؟ يعني افصل بين الفاكهة وبين السندوتشات. المهم نيجي بعد كده، جبت الولاد بالسلامة من المدرسة، هتبدأي بقى مرحلة ايه، انت عارفة الغدا ايه، احنا اتفقنا من بالليل انت عارفة هتتغدي ايه تاني يوم، مش تكوني لسه هتفكري، لان مفيش وقت في الدراسة ان انت لسه هتفكري. غالبا بتنقي وجبات سريعة، او يا اما لو هتطبخي بتكوني محضرة مثلا من بالليل الخضار بتاعك مثلا مجهزاه، الصلصة بتاعتك مثلا مجهزاها في الفريزر. فاهمين قصدي ايه كده؟ لو في مثلا حاجة هتنزلها من اللحوم من الفريزر للتلاجة من تحت، بتظبطي كل ده من بالليل، بتيجي كده في الساعة اللي هي قبل الليل دي قبل ما تنامي، تقومي ايه مظبطة مخططة للغدا بتاع تاني يوم. ودايما انا بحب فكرة غدا اليومين، غدا اليومين هيريحك انتي بدنيا ونفسيا ويوفر لك كمان فلوس وكل حاجة. حاولي دايما لما تيجي تطبخي اعملي حاجة تقضي معاكي اليومين. هتعملي مكرونة بشاميل اعملي صينيتين، هتعملي حلة محشي اعملي حلتين صغيرين، وسوي كل حلة في اليوم بتاعها. هتعملي اللهم صل على النبي ايا كان طبيخ فراخ، طلعي الفراخ وقسميها، يعني مثلا هتعملي وراك قسمي كل ورك على جزئين، بحيث ما شاء الله يطلع لك عدد قطع كويسة محترمة. وتقدري برضو تعمليها مثلا على صينية بطاطس مثلا بالفراخ وحلة رز، وتقضي معاكي ما شاء الله اليومين. هنا خلاص خلصنا اللانش بوكس، ونزلنا بقى كده بالولاد. القطة دي يا جماعة مستقصداني جدا، صغيرة كده بس بحسها شرسة، اول ما تلاقيني نزلت الشارع تيجي تقعد تعمل لي اصوات غريبة كده. ورينا كده الكوتش الابيض قبل ما يتوسخ. ماشي، امال فين مازن؟ مازن هناك اهو. يلا بسم الله توكلنا على الله، لا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ادخلوا بالسلام. ايه يا عم الكحة دي؟ عشان نخش على القاعة بتاعتي. هنا ياخد دخليه على القاعة بتاعتي. هتطلع بره.